المساعد الاول رشيد بن محمود وغريب انزين. سميتو المحللين الاداء كاين موسى الحبشي وهاريسون. كاين بزاف ديال واحد الطاقم موسع. اذا هذيك فاش تكون واحد الانجاز رياضي هو نتيجه التضافر ديال واحد المجهود ديال المجموعه. وهنا كتشوف ان هذيك كما قلتي الصوره المعطره ديال هذا حكيم. انا ما اعتقد رفقه والدته، انا ما اعتقد الصوره غير واضحه. حكيم اكيد على رفقه والدته. دائما نحن بمتابعه مباشره من قلب مطار سلا الرباط، الطائره التي حلت منذ لحظات حمايه عناصر المنتخب الوطني والطاقم الاداري وايضا الطاقم الطبي والتقني، رفقه عائلات اللاعبين وعائلة اللاعبين كما قلت للمنتخب الوطني. هؤلاء عناصر الوطنية بزيارة. تفضل باش ما نمروش مرور الكرام على هذه الصورة. راه بعض المنتخبات كانوا كيديو لهم الزوجات ديالهم يشوفوهم كومبارامون بور لو ليان سوسيو افيكتيف بسيكولوجي. كنعرفوا ان اول مرة كنشوفوا ماشي غير جاو الوالدات طلعوا عليهم ولا جلسوا معاهم في لي زوطيل، انهم جاو معاهم في الطياره الخاصه. فهذا شعور باش يردوا لهاد الوالدات، رضاو ودعاء وعاونوا وليداتهم وحفزوهم. واحد ملي كيكون حنيت الناس صغار ملي كتشوف باك ولا ما كتبغي تلعب وكتصر. فهاد الوليدات لعبوا واحد الدور كبير. اليوم تجازاو، جابوهم مع اللعابه، جابوهم مع لي بيرسوناليتي اللي كيساينوهم. سي ان جيست اللي بغيت نقول اللي ما ندوزوش على مور الكرام. ان جيست خالي. هذه خصوصيه مغربيه ان ارتباط اللاعبين بالوالدين. واللي بغيت نقول لك كاع العرب والمسلمين تلقى عندهم ارتباط مع العائلات ديالهم، ولكن اليوم هذه الالتفاته الخاصه غير بونسي جابوهم في الطياره معاهم وغيدوروهم معاهم ويفرحوا بهم. بغاو يردوا لهم واحد شويه الجميل ديالهم، لان الدور ديالهم من الناحيه النفسيه والاجتماعيه والذهنيه كان مهم بزاف السي خالد. نعم فعلا انا متفق معك، وهذا باشاده كل المحللين والمتتبعين الدوليين ماشي غير العرب والمسلمين، قالوا بان هذا الدفء العائلي كان باثر كبير على المؤدى العام للمنتخب الوطني. تفضل سيدي. ما عندي ما نزيد فيه انه اللاعبين اثناء بعد نهايه كل مقابله دائما كانوا كيتجهوا في مشهد كل شيء كان تيشيد به الوالدين، وتشوف التعلق ديال بوفال بالام ديالو، حكيمي بالام ديالو. اذا هذه خصوصيه مغربيه اللي عطات واحد. هذه الحافله التي سوف تقل المنتخب الوطني المغربي عبر شوارع الرباط، التي من المنتظر أن تجوب مجموعة من النقاط، وسوف نكون بعين على هذا المسار مباشرة. كما قلت في البداية القناة الأولى وظفت، أو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وظفت كامل الإمكانيات التقنية والإعلامية من أجل نقل هذا الحدث والاحتفال بهذه الملحمة الرياضية الكبيرة التي سوف تبقى في تاريخ كرة القدم الوطنية.